نفوس مجروحة وأصوات صاخبة تخترق صمت الفضاء الذي أسكته نبأ وفاة حبيب الجماهير الأب العطوف الذي أحاط شعبه على مر بالرعاية والاهتمام البالغين. المؤمن بقضاء الله وقدره ونعي إلى الشعب المغربي الأبي وإلى الأمة المغربية العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع وفاة قائد عظيم ورجل من رجالات العالم الأعلام وملك من ملوك المغرب العظام صاحب الجلالة والمهابة المغفور له الحسن الثاني قد. The national Moroccan decoration says His Majesty. I hope that you are going to wear it. كبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله إذ يعبرون عن ألمهم بفقدان رمز الأمة سليل الملوك العلويين الكرام 99 و900 وألف. الله يبارك في عمر سيدي. وبعد ذلك قام بتوقيع وثيقة البيعة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي هشام وصاحب السمو الأمير لجلالة الملك سيدي محمد بن حسن بن محمد نصره الله وأيده. ورؤساء الحكومات عن مشاركتهم في تشييع جنازة الملك الراحل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. وهكذا أعلن في العاصمة البرتغالية دكار أن الرئيس عبد ضيوف سيغادر اليوم بلاده قادما إلى العاصمة الرباط للمشاركة في تشييع الجنازة. وبوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني يفقد المغرب باني وموحد الأمة المغربية وقائدا عظيما بصم تاريخ المغرب على امتداد 4 عقود بكفاحه من أجل مغرب ينعم بالوحدة والاستقرار والتقدم. شعب بأكمله حزين على فقدان شخصية فريدة، إنه إحدى عبقريات هذا القرن. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.